هويا. شوف انت عايز تعمل ايه. 3 2 1 اكشن. اوه ياه. النهارده معانا ضيف جديد كالعاده. لا مش انت حبيبي. مين؟ ايش اسم صاحبك اللي مين؟ طلع معك كثير؟ فؤاد. فؤاد اسمه ابوي فؤاد. انا راح اكسر القناه. قاعد عندي 6 شهور والله غير اطلع اكثر منك بالفيديوهات. شوف عمراته. انت واصل معه 10 فيديوهات صح؟ صح. انا راح اوصل ل 11 بعدين اطلع مره ثانيه. بس اهم شيء عموما هو كده انا مش هشوفه غير في مصر لانه خلاص اتخرج. خلاص خلصان. انا حقفل القناه. هتقفل. المهم احنا نتعرف بيك. مهند فؤاد. بيشبهنيش؟ ما فيش شبه صح؟ اخوات. النهارده عنوان الحلقه ليه الكل بيعمل زي الكل. بس احنا محتاجين نشرح اول حاجه ليه الكل بيعمل زي الكل. ماشي. هنتكلم النهارده عن مينلي عن الترندات. لا بس عموما يعني كتجربه شخصيه غيرت طريقه لبسي مخصوص عشان ابقى من الترند. يعني مش مخصوص، لا مش عايز ابين نفسي كده بس ما علينا. المهم يعني ان انا بقيت البس اوفر سايز عشان شباب التجمع كلهم بقى يلبسوا اوفر سايز. بس بجد عموما ان انا فعلا من الناس اللي اتأثرت بموضوع الترند ده وبقيت البس باجي جينز، حاجه مش فخور بيها قوي. وده يوصلنا لفكره النهارده انك هل تتبع الترندات دي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ برضه الناس اللي بتشرب ماتشا بدي احكي مثلا معلش يعني الحق موضوع كره الماتشا. انا عمري ما شربت ماتشا ولا بعرف طعمه ولا بعرف ليش الناس بتكرهه، بس انا متاكد انه 90% من اللي بيحكوا انه الماتشا طعمه خرا ما ذاقوهوش، بس عشان انه الكل بيحكي انه طعمه خرا فهي نلحق الكل. بس لانها بتلحق القطيع انه عشان تكون زلمه لازم تحكي انه سيء. انا في شغله فخور فيها يعني حتى بحكيها لاصحابي. عمري ما جربت بوبا تي وعمري ما شربت ماتشا الحمد لله. يعني زلامي هيك يعني. زيي. انا عمري ما جربت ماتشا بس البوباتي الصراحه بحبها. بوبا تي. فاحنا بقينا في عصر بنلبس باجي وعاملين كيرلي. ما انا لابس باقي وعامل كيرلي وبنشرب ماتشا ما بشربش ماتشا. المهم يعني ان احنا واصلين لمرحله صعبه قوي محتاجين نغير العالم. عشان كده ده هدف الفيديو. صح. اكيد مش هنغير العالم بس يعني ايه بنحاول توعية نقنع صح. حالنا انه بنغير العالم. بالظبط. مش مقتنعين. ما علينا. المهم اعطينا اجندة الفيديو. اجندة الفيديو. حلو. ليه بنمشي وراهم؟ حلو. ده اول سؤال. يمكن ولا اقول الاجندة كلها؟ قول الاجندة كلها. ماشي. احنا ممكن هنتكلم اول حاجة عن ليه بنمشي وراهم. حلو. هم الترندات، الناس اللي بتشرب ماتشا، احنا ليه بنمشي وراكم. واستعادة نفسك. حلو. هنستعيد نفسنا ازاي بعد ما مشينا وراهم. والفرق الترند المتعة او الترند الضغط او الترند المفيد. هنتكلم عن الترند المفيد والترند المتعة. وفي الاخر هنقول عيش باسلوبك وازاي تعيش باسلوبك. ماشي. دي اجندة الفيديو. طبعا يعني هتلاقوا المرة دي الفيديو متقسم. طبعا تحية للناصر هو اللي علمنا ازاي نعمل شكرا. كل ده راجل بقى يوتيوبر وفاهم القصة. احنا لسه بنبتدي. سلاي. ايوه. فايه عامل لنا اجندة وعامل لنا سكريبت وبتاع. يلا بينا. بسم الله. ليه بنمشي وراهم؟ ليه بتمشي ورا الناس اللي بتشرب ماتشا؟ fear of missing out. مش اسمع خليها. ليش مش تمشي ورا الناس اللي بتشرب ماتشا؟ ليش في كثير ناس بتحكي انه انا بحب القهوة وانا تبع قهوة وانا متأكد انه هو لا يفقه شيء بالقهوة. مثلا بحس انه الترند انه انا بحب القهوة صار الترند اكثر من موضوع الماتشا. الناس اللي عندهم 14 سنة هم اللي كده. تحياتي للناس عندهم 14 سنة يا ريت ما تتفرجوش. شوف اول اشي في ترند احنا الكل اتبعناه، ترند فطري اللي هو نتبع اهلنا. فانا لما بشوف ابوي بيشرب قهوة وبشوف ابوي مثلا زلمة وهيك ويعني اني بحب اتبعه بكيف بروح بشرب قهوة. طيب معلش ابوك بيشرب قهوة بس ابوك ما بيشرب سبانيش ايس كارميلا تي مثلا يعني ولا ماتشا مثلا ولا عامل شعره كيرلي ولا بيلبس باجي جينز مثلا. ماشي بموضوع القهوة ماشي بس اشرب قهوة تركي بقى طالما كده. اكيد ابوك بيشرب قهوة تركي. اكيد هو بيشربش غير قهوة تركي بالظبط. احنا ليه ما بنشربش قهوة تركي وبدلناها بالماتشا؟ هات المايك. وبحطها فوق السيارة وبنساها. تحياتي لعمو فؤاد. يا رب ما يشوفش الفيديو. يا رب يشوف الفيديو. ليش نتبع انت ليش تعمل اشي ترندي بصراحة يعني؟ fear of missing out. يعني انت عايز تجرب حاجة انه كل جربها ليش ما تجربها؟ يعني الموضوع نفسه هو انه ليش الناس تتبع القطيع. ماشي. نقدر نحكي يعني. طب انت من وين بتاخذ تعلم الاشياء كلها؟ من الناس بشكل عام. يعني انت بتشوف هذا عمل هيك بتعمل هيك، هذا عمل هيك بتعمل هيك. بس انت ربنا اداك عقل عشان تميز وما تقلدش الناس زي القطيع. ماشي. تشوف طول ما في الحاجة ما فيهاش غلط كبير. يعني مثلا القهوة انا رحت جربت قهوة انا مش عامل اشي غلط فبتلاقيني عادي جربتها. بس والله صح. شوف يعني انت ما عملش حاجة غلط بس مش صح برضو. الفكرة أنا برأيي إنه عشان أنت تنضم لمجموعة من الناس أو تتعرف على ناس
بتحاول تكون زيهم. فهي فكره غلط طبعا، بس الناس هيك بتفكر انه عشان تكون مع هالناس او تكسب هالناس لازم تكون زيهم. فالناس بتشوف انه هدول بيحبوا القهوه، هدول بيلبسوا هيك، انا عشان اصير زيهم او اصير صاحبهم لازم اعمل زيهم، فبصير يقلدهم حتى لو ما كانش داخليا هو زيهم. انا عندي وجهة نظر في الموضوع ده، اللي هو ان احنا الموضوع بقى الواحد عايز يروح لطبقة اعلى من طبقته. عشان كده الطبقة اللي بتشرب ماتشا والبتاع ده، الناس اللي اقل منهم عايزين يجربوا الماتشا عشان يحسسوا نفسهم ان هم في نفس الطبقة الاجتماعية والمادية. كلام كبير قوي بس صح. لا كلام صح مهم. انا اتفق معك بشده. فالناس اللي مش لاقيه تاكل وبتروح تشرب ماتشا دي بتحسس نفسها انها ايه، لاقيه تاكل. نفس الموضوع للايفون، واحد معوش ياكل وعايز يشتري ايفون اللي هو مرتبه بالظبط. 3 شهور. طب ده انت مش حقيقي. متحمل الموضوع ليش؟ مليان تلفونات في العالم وكلهم بيعملوا نفس الموضوع. هلا اي نعم مثلا انا كشخص تقني بفضل الايفون. عندي انا المساحه اني اختار اي جهاز بدي اياه، بختار الايفون لانه بالنسبه لي مريح. بس في ناس بتختار سامسونج حتى هم عندهم المقدره الماليه ياخذوا الجهازين. انت طبقتك تسمح. بعيدا عن طبقتي انا كشخص مثلا عندي المساحه اني اختار. بس بشكل عام في ناس مثلا عندهم المساحه لا تسمح لهم انهم يختاروا التليفون، ليش بضلهم متوجهين للايفون؟ انا ما بحكي اني غير بحكي مثلا اني كتقني انا بتجيني الاجهزه مثلا اجربها، انا فضلت الايفون لسبب معين، بس ما بحكي انه السامسونج سيء. ليش الناس او بعيدا عن سامسونج في عندنا الاونر، في عندنا الاوبو، في عندنا الهواوي، في عندنا كثير انواع من التليفونات. اعلان. الناس كلها بتروح للابل لسبب واحد، عشان بيحس حاله من فئه تانية من المجتمع. يعني حتى هو بصير اول ما يشتري الايفون بص على الناس اللي معهم مش ايفون. جد والله بعرف ناس جد انه يكي يا دوب قادر ياخذ التليفون، اول ما اخذه بتطلع على الناس اللي معهم مش ايفون شو هذا، بتطلع حتى على الناس اللي معهم ايفون اقل منه اللي شو هذا. ارتقي. والله ارتقي يعني. زي ما انت حكيت هاي زي تكميل للنقطه تبعتك، بحس حاله من طبقه تانية. قبل ما تختار انت هتمسك ايفون ولا سامسونج، اسال نفسك انت بتحب ده ولا لا. بالضبط. مثلا انا ما انت محتاجه ولا انا لا؟ بحبه. ليه النسخه الاصليه احسن من التقليد؟ النسخه يعني الاصليه من ايش؟ من نفسك. مش عارف، هو ما كتبش. يا جدعان موضوع الاجنده ده موترني الصراحه. انا اطلع فوق الاجنده اوضح. فيديوهاتي بيبقى فيها هبل اكتر من كده. ادخل في قصه. كات. طب مثلا انا اسالك سؤال، قول لي. متى اخر مره اشتريت شغله يعني بتقدر تحكي استهلاكيه او لبس او تلفون بدون ما تستشير حدا من اهلك او اصحابك او حتى تاخذ تقييمات على النت من الموضوع هذا؟ غالبا لما تيجي تشتري شغله تبحث عنها. كده متى اخر مره اشتريت شغله بدون ما تبحث عنها؟ خلينا نقول مكلفه، لانه غالبا الاشياء المكلفه دائما بتطلع لها على انا فاكر لما اشتريت اللابتوب بتاعي قعدت اسبوعين اعمل ريسيرش عنه. مثلا ممكن المايك. الصراحه القناه دي جت كلها كده فاهم. فعشان كده اشتريت مايك من غير ما افكر ولا اي حاجه. هو نعيم قال لي المايك ده حلو، اشتريته على طول. وما كنتش اعرف حتى فكره القناه ايه ولا فكره اي حاجه ايه، وما كنتش عايز امشي ورا ترند ولا حاجه. الحمد لله. هلا اذا حشتري شفتها شيء حبيتها واخذتها، ممكن ما احكي لحدا او اخذ رايه انه هالشيء حلو شكله او مش حلو، بس انه اشوف تقييمات عنه. اذا حشتري شيء غالي يعني لا لازم اشوف تقييمات عنه، يعني اشوف مثلا مقارنه بين هاي السماعه، مقارنه بين هاي الشركه وهاي الشركه ايش احسن. مش هروح اشترك على العمى يعني. طب مثلا ساعه ولو تكنيكال ساعه او لا خليها في اللبس. انت لما عطر شوف حلوه. خمره عمل ترند فظيع. مثلا الخمره انا اخذته لانه الناس كلها حكت عنه. انا برضه عموما اشتريته برضه بس عشان بس هو فعلا يستحق. في اشياء بتستحق وفي اشياء ما حبيتوش. انا حبيته هاته. مش ثابت. تصدق في انجلترا للاسف. والله لو عرفت. ابراهيم القرشي اندر ريتد يا اخوانا لو هنتكلم على بقى. انا عندي اضافه. رويال كلادج. انا حلو. اشتريت الكيبورد تبع رويال كلادج قبل ما اسمع عنه، قبل ما اشوف اصلا، حتى قبل ما ينتشر زمان يعني. لاني حركت كيبوردي الاول بالسشوار، كنت بنشفه بالسشوار، ولانه بلاستيك ذاب طبعا السبيس بطلت تدخل على نفس المكان، فاضطريت اشتري كيبورد يعني سعره هيك حلو. هاي بحثت لقيت رويال كلادج، ما كان حدا بيعرفه، ما كان هاي، بس حسيته واو، قلت خليني اجرب. حلو. وضرب ضربه كبيره يعني وقتها. وطبعا دي نصيحه، ما حدش ينشف الكيبورد بالاستشوار عشان ما يحصلش زي ما هو حصل. استشوار بس للشعر. بس عموما لا بجد انتوا موضوع اللبس مثلا انتوا بتختاروا، لازم تختاروا الشغله احيانا يعني بوثق في بعض اراء الناس. مثلا اما ده انت كده بتمشي ورا القطيع. مش مثلا اكيد كلنا بنمشي ورا القطيع. شوف كلنا راح نمشي ورا القطيع، بس مثلا في شغله اشتريتها. ايه ده يا ابن اللذينه. المهم في شغله اشتريتها احنا نضيع كده ولا شوي بس مبسوط على الوضع. اخر شغله اشتريتها بتذكر ما سالتش حدا عنها. شغلتين هم البروتين وندمت ما سيئه يعني. هو كان توب سيلر في الموقع. اخذ دارك شوكليت. اخذ دارك ريتش شوكليت
فطعمه سيء لا يستحمل يعني. كان البست سيلر عندي في الموقع، اخذته على طول، حسيت انه اوكي بست سيلر. ندم. ضحكوا عليك. ضحكوا علي بس احيانا بنضحك عليك. ما أعرف. الشغله الثانيه اللي هو الترانسميتر تبع الكاميرا. عندي الكاميرا في جهاز بركبه فيها، بقدر يوصل الصوره من الكاميرا للايباد للتلفون لاي شيء انا بقدر اشوفه فيها. هلا بتقول لي الكاميرا تبعت الفيديو للتلفون، طبعا تبعته بس مع تعليق. هذا جهاز كامل اللي هو هدفه بس انه يبعت اشاره للتلفون. هذا اشتريته بدون ما اراجع حدا ومبسوط جدا فيه، بدون ما استشير اي بني ادم، بدون ما ابحث عنه. بس شفت واحد من الشباب بده يبيعه، قلت له راح اشتري منك، واخذته منه بنفس اليوم. حولت له المبلغ واخذته ولا بعرف عنه شيء. فتحته وبلشت استكشف فيه ومش ندمان على الموضوع. يعني مثلا لو سالت حدا كان ممكن اطلع لي بشاشه كاميرا اغلى، كان جبت شاشه الكاميرا، جبت ترانزميتر اغلى، مش عارف شو، بس هذا بكفيني. ما عموما انت بقى ده السؤال، انت امتى تسأل الناس عشان تشتري حاجة وامتى ما تسألهمش؟ يعني اكيد موضوع البروتين انت مثلا ندمان عليه وقلت يا ريتك سألت. بالضبط. اما موضوع الترانسميتر جت معاك صدفة. ما هي صدفة، عشان كذا الناس احنا بنسأل لهذا السبب، عشان ما تصدفش معك، تكون مطمن. متى تسأل الناس؟ إذا كان في ذا الموضوع أشياء منافسة. ممكن لما يكون موضوع مكلف مثلا، مكلف أو له منافسين. مكلف وله عدة منافسين، انه ممكن انت تجيب من هاي الشركة او هاي الشركة، ومكلف، فبعدين راح تندم اذا ما سألت. لا اسأل، ليش تندم؟ عادي اسأل، شو المشكلة؟ يعني مش دائما السؤال بيكون ممشيك ورا القطيع. يعني في النهاية احنا بشر، بنحتاج للبشر. يعني بدك تعرف الخبير اكثر منك شو بيعطيك. يعني هو الفكرة فعلا انك بتسأل مين بالذات. يعني لو هتشتري. طب متى اخر مرة دخلت على محل قهوة واخذت قهوة انت من راسك؟ انا مثلا كنت بالجامعة، في كان حدا بيعمل قهوة يعني هيك بايفنت، واخذت اشي اول مرة بقرأه اسمه كورتادو. ما كنتش فاهم شو هو صراحة. حلو. اول مرة بسمع فيه يعني، فجربته. كنت بدي اصحصح يعني. طلع هيك قهوة فيها شوية حليب، بعرفش اذا وصفتها صح يعني، يمكن عدمتها انا مبدئيا، بس كانت زاكية عادي يعني. تصدق دي نفس قصتي برضه مع الكورتادو. نفس انا لان انا كنت قاعد في كافيه مع اهلي وشفت قهوه كورتادو بس بهيزل نوت، وانا بحب الهيزل نوت، فقلت والله لا اجربه وطلع حلو. بس عموما اللي ضايقني رحت للشغله انت بتحبها من راسك يعني، بدون ما تتبع اي حدا. هذا هو كده بس انا اتضايقت ان الكورتادو اصلا لو يعرفها الكورتادو فاتضايقت فاشتريت، طلبت تاني. زي الاسبريسو هي صغيره بالظبط. اسبريسو. افتكرت مثلا الكورتادو دي هتبقى كوبايه حلوه كده بهيزل نوت، فاكيف عليها وبتاع. اوكي، يعني غالبا المشروبات هي الاشياء اللي بنجربها بدون ما نسال حدا فيها. احنا كشباب مثلا مش حتندم يعني. بتروح على دكان او هايبر ماركت، بتاخذ اي شيء بتشوفه واو قدامك، يعني بتحتار، بس بتختار شيء. لا بس في ناس خلاص اللي هو ما بتحبش تجرب حاجه جديده وخلاص، هي عارفه داخله الكافيه ده هتشرب ايه وخلاص. ما هي اللي مريحه راسها. مثلا انا في مود، انا طالع مثلا على اجتماع، مش حاب اخبص مودي بشغله بعرفهاش. انا رايح الدوام، رايح الجامعه، باخذ شغله خاص متعود عليها، بيجي لها يوم بجرب اشي جديد. ده حقيقي. بالعكس، من ناحيه الاكل هي اكثر اشي يعني ممكن تجرب فيه اشياء بدون ما تسال يعني. بتلاقي لك جلتش بتكيف عليه، بتصير تشتري منه دائما. متى اخر مره جربت مطعم من راسك وقفت هيك صفيت لقيت مطعم اكلت منه ما كنتش سامع عنه مثلا؟ صراحه ما بتذكر. بالذات المطاعم انا عندي فيها روتين يعني، برجع على مطاعم معينه دائما بكون عارفها. تصدق انا المطاعم برضو بمشي ورا الناس لما تقول ان مثلا في مطعم جديد عامل ضجه، لا اللي هو لازم اجربه. هاي شغلتي اللي لازم اجربه. عموما دي اكتر حاجه بتخزلني، لان معظم الناس لما يطلع محل جديد وعليه بقى ضجه وكده، في الاخر بيطلع يعني مش قد الضجه دي. عادي نذكر اسماء. عادي. ديف's تشيكن عندنا في انجلترا، جوني روكيتس، بومبيرد، ميلك بان، نشمي، كلهم. نشمي حلو. ميلك بان ما حبيته، سيء. جربناه انا ومهند، وبتدفع يعني منيح ومش ذكي. ليش عاملين لك الهبه؟ وعلى فكره سكر بعديها. في انجلترا 100% هروح لديف's تشيكن، واظن معظم اصحابي اللي بيشوفوا القناه انا نفسي اجرب ان اند اوت، حلم حياتي. ما اعرفوش في امريكا، هو مش موجود عندكم في بريطانيا. طب بتعرفوا وين اكثر المطاعم اللي كانت تفجير يعني جربتها ومن راسي هيك؟ لما تكون مقطوع بالصناعيه بدون سياره. اول مطعم باكستاني بتشوفه ضاوي بوجهك بتروح تستخ منه. لا صراحة برأيي أنا الآسيويين أقوى من الأوروبيين بالأكل جدا، بس بعيد عشان نبعد عن الموضوع يعني، بس إنه الآسيويين روعة بالتوابل والبهارات. آسيويين ده أنت قصدك على توابل وبهارات يعني هند؟ لأن أنا رحت ماليزيا الأكل سيء. شوف هو كله يعتبر آسيا. أنا برأيي إنه آسيا كلها يعني، سواء كانت شرق آسيا أو اللي هي آسيا في الهند وباكستان ودولستان. تركيا
تركيا بنحطها مع اوروبا شوي لانها فوق. ماشي جربنا في تركيا الاكل فيها كان بهارات سيء بالمره، جداً. اكل بدون طعم. بس لا عموما شرق اسيا اكلهم صعب قوي، من اول ماليزيا للصين الكلام ده كله صعبين قوي. متى اخر مره حضرت فيلم بدون ما تشوف التريلر او تسمع اراء الناس عنه ولا تشوف التقييم؟ الفيلم بالذات عموما عمرك عملتها؟ شفت فيلم هيك عملتها مره، كان في حد مديني ميعاد وفي الاخر كنسل عليا، كان في مصر. أوكي. كان مشوار صعب ان انا ارجع، فلقيت سينما قدامي فدخلت حرفيا اول فيلم الشو تايم يعني كان موجود يعني على ميعاد. كيف كان؟ مش وحش، توقعت أسوأ. اوكي. عارف الفيلم بتاع مش مهم الفيلم بس ما علينا. بس عموما كان ما كانش وحش، بس طبعا مش حلو الصراحه، بس ما كانش وحش يعني، استمتعت سليت وقتي وفي الاخر رجعت البيت. انا عملتها مره في السينما برضه نفس الموضوع. رحنا انا واثنين من اصحابي وكنا ملانين بالقرم يعني معلقين بالزحمه. رحنا على سيت السينما اذا بتتذكرها القديمه، كانوا راجعين فتحوها مره ثانيه، فتحوها لفتره رحنا جربناها. عند ووتر فرونت، اللي عند ووتر فرونت. دخلنا على السينما نطلع افلام، فانا بحكي لهم يلا نجرب فيلم عشوائي. هو هذا واحد من الشباب هذا هلا يلا هلا، والله العظيم على طول حجزنا الفيلم ودخلنا. هو طلع حلو يعني مش عارف شو اشرح لك. هو الفيلم كان ايه مدته اصلا؟ ساعتين. انجليزي ولا انجليزي؟ فيلم مدته ساعتين، قاعدين بغرفة عمليات والكاميرا ما بتتحركش من برا الغرفة. فيلم ممل كله دم. اسمع، اكثر افلام اللي بتقرف في حياتنا. لا، وقاعة السينما انت بتعرفها قاعات قديمة كان ريحتها مي رطوبة، ريحة السينما رطوبة، فانت حسيت حالك اصلا مع الفيلم. والله العظيم انت قاعد معهم بالغرفة ساعتين كاملات، قاعدين بجوا غرفة العمليات معهم فيلم. وكان دكتور مجنون يعني حابب الزوج وزوجتها. اسمه الفيلم ده عشان الناس ما تتفرجش عليه؟ ما بعرف، انا نفسي ارجع اتفرج عليه مرة ثانية عشان اشوف الهبل اللي كنا نعمله، بس هيك نفسي اشوف شو التخبيص اللي خبصنا. طب وانت يا استاذ عن السينما؟ لا صراحة أنا بالذات الأفلام والمسلسلات بتابعش كثير، فإذا تابعت حتابع اللي هي الأسماء الضاربة وعليها تقييم عالي زي بريكنج باد والأفلام المعروفة يعني. ما عنديش خبرة في الأفلام والمسلسلات، ما جربتش أحضر لحالي. يعني هل هون ممكن يكون الترند أو إنك تتبع آراء الناس مفيد؟ في إشي أنا ما بعرفه لازم أتبع آراء ناس بصراحة. يعني أنا بحضرش مسلسلات وأفلام زي ما قلت، فإذا هحضر إشي حروح أشوف اللي الناس تحكي عنه خرافي. بما اني بحضرش بالعاده، ليش ما احضر الاشي الحلو على طول بدل ما اقعد اضيع وقت واكتشف لحالي؟ مش عارف ليه الناس لما تيجي على مسلسلات بيتجمعوا لهم فعلا مسلسلات حلوه، بس لو على مطاعم بتبقى عاديه. هو هون بيكون اختلاف اذواق. المشكله فيا يمكن ما بعرف. انا ما بحضر مسلسلات وافلام فما بعرف. هلا الافلام عشان تكون حلوه ممكن تكون حلوه تصوير، ممكن تكون حلوه صوتيات، ممكن تكون حلوه تمثيل، وممكن يكون فيها الممثلين حلوين. اما المطعم اذا حيكون حيكون حلو من ناحيه الطعم، فالطعم بسهوله ممكن الناس تختلف عليه يعني، مش شرط تتفق عليه كله. اما الفيلم ممكن الناس تحكي عنه حلو لانه ناس شافت تصويره حلو وكان برضه صوتياته حلو، فالفريق تبع الصوتيات حكى حلو وفريق اللي بيحب التصوير حكى التصوير حلو، فاجتمعوا عليه. عشان اتفق معه بهالناحيه، انا بيهمني التصوير كتير في الافلام يعني. ممكن فيلم كله احبه بس عشان التصوير، وبرضه الممثلين يعني في كذا دور يعني. متى ممكن يكون اخذ اراء الناس مفيد او اتباع الترند فينا نحكي مفيد؟ اذا كان بمثلك مثلا اوكي ما في مشكله. اما اذا اشي مختلف عنك وعن مبادئك وعن العادات اللي انت فيها، او مش شرط العادات، خلينا نحكي اشي بخالف الدين او الاشياء الفطريه المنطقيه، لا ما تتبعه. انا كمان برضو كنت اقول مثلا ايه، هربطها بالطبقيه اللي انا كنت لسه قايلها، انك احترم طبقتك. عادي تبقى من طبقه اقل من الناس اللي بتشرب ماتشا، وعادي جدا يعني. ما تحاولش تبقى ايه، ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. بركي حدا بيحب الماتشا وما لهاش دخل بالطبقيه يعني. مثلا انا بحب الماتشا مش الماتش بس يعني، ما تمسكش حته الماتش. الايفون مثلا ما كان مثال حلو، ف يعني ما تحاولش يعني. بالزبط. عادي اذا مش قادر مش ضروري تاخده. بالضبط، في كتير بدائل احسن وعلى فكره احسن، على فكره فعلا احسن. والله عن تجربه يعني، بعيد ان احنا عندنا ايفون يعني. هو المشكله انه الناس يعني بتلحق الترند او هيك، انه هي بتربط السعاده بلايف ستايل معين، انه يكون عندها زي ما الناس عندها ممكن، او انها بتربط انه انا عشان اكون سعيد لازم يكون عندي اشياء كثيره، فبصير بده يجيب زي اللي شافه بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي السبب. عادي.